لو انت معاك مشكله مع اي شركه من شركات الاتصالات الاربعه اللي موجودين في مصر، وشايف ان هم اكلوا عليك حقك سواء في باقه، في كارت، في انترنت، في ايا كان، وكمان قدمت شكوى لخدمه العملاء وخدت رقم شكوى وما حلولكش المشكله ديت، حقك ما ضاعش. وتعالى احكي لك على تجربه شخصيه انا عملتها، وكنت اول مره اعملها وما كنتش متوقع ان هي تتحل. لما عملت الحل ده ورجع لي حق الحمد لله من الشركه دي، الشركه ديت اللي هي رمز البرتقانه. المشكله بتاعتي بدات يوم 30 6 الساعه 11 ونص تقريبا مساء، لما جالي رساله على الموبايل بيقولوا لي ان في عرض ضعف الباقه على باقه الانترنت اسمها جو 200، دي ثمنها تقريبا 290 جنيه. وقالوا لي ان انت هتشترك فيها هيجي لك ضعف الباقه، يعني بدل ما هيجي لي 36 جيجا هيجي لي 72 جيجا، وفتره الباقه دي تقعد معايا لمده شهر كامل. على الفور اشتركت في الباقه ديت، وبعد ما اشتركت عليها على الفور جالي رساله بتقول لي ان انت مبروك اشتركت في ضعف الباقه، عرض ضعف الباقه، واللي هتنتهي معاك الباقه ديت يوم 30 6 اللي هو بعد نص ساعه. كلمت خدمه العملاء قلت لهم ازاي تنتهي، قالوا لي عشان انت نظام فاتوره والفاتوره بتاعتك بتتقفل اخر الشهر، فانت كده اشتركت في النت فاتحسبت الشهر كامل. قلت لهم يعني انا اشترك في باقه ب 300 جنيه نت عشان استفيد بيها نص ساعه؟ طب الحق اخلصهم امتى دول؟ فطبعا قدمت شكوى وخدت رقم شكاوي على اساس ان حد من المختصين في قسم الشكاوي هيتواصل معايا في خلال من 24 ل 48 ساعه عشان يحلوا لي المشكله. قعدوا اسبوع ما حدش يتواصل معايا، انا اللي اتصلت بخدمه العملاء وصممت ان هم يحولوني على حد من المختصين بقسم الشكاوي فورا ومش هستنى. وبعد طبعا نقاش كتير حولوني، وبعد ما حولوني الواحد ما حلش معاه المشكله، وكمان وصلنا لصدام ان انت ده اخرك عندنا واحنا ممكن نعوضك اخرك معانا 50 جنيه. قلت له انا من العملاء المميزين في الشركه وبقالي 18 سنه، فالمفروض ما يبقاش التعامل كده، والمفروض يبقى في حل المشكله. انا لو عليا 10000 جنيه هدفعها، بس ما ادفعش جنيه من غير وجه حق. انت ليه نزلت لي مبلغ على الفاتوره وانا ما استفدتش حتى بميجا واحده؟ وصلنا الامر ان انا قلت له انا هكسر الخطوط، وبعد ما هحمل فاتوره الوفات وهكسرها وارميها. قالوا لي هنطالبك قانونيا، قلت لهم مش عارف تعملوا معاها حاجه. وصل الحوار لطريق مسدود. قعدت كده متضايق مع نفسي، متضايق، قلت ايه، طب ما تجرب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شوف هيعمل ايه. كلمت الشكاوي عن طريق 155 شكاوي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. رد عليا راجل محترم جدا في قمه الاحترام. حكيت له التفاصيل، قال لي اول حاجه معاك رقم الشكوى اللي انت قدمتها في الشركه دي هناك اللي بتاعت خدمه العملاء؟ قلت له اه معايا. قال لي اديهاني. بعت له الشكوى، تقريبا هم بيقروها بقى الله اعلم، مش عارف بصراحه التفاصيل. يعني لما اديته رقم الشكوى قال لي معاك رساله او الرساله جات لك من الشركه بالعرض بتاع ضيف الباقه؟ قلت له عندي. قال لي طب انا بعد ما هقفل معاك هبعت لك رساله على التليفون فيها لينك، اللينك ده هتخش عليه هيحولك للايميل، هتبعت لنا سكرين شوت للرساله بتاعت العرض، وان شاء الله هنحل لك المشكله. والمشكله تتحل في خلال من يوم لخمس ايام. قلت له يعني هتتحل اكيد ولا؟ قال لي بنسبه 100% هتتحل يا فندم. وقفلت معاه. انا بقى بعد كده بعدها بحوالي يوم او اتنين، يوم او اتنين تقريبا، لقيت يومين لقيت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيقولوا لي انت نزل لك على رصيدك المبلغ. فقلت له مش عارف انا. فقلت له خليك معايا. فدخلت لقيتهم هم ضافوا لي المبلغ في رصيدي انا، اللي هم كانوا ضافوه على الفاتوره، واصبح المشكله بتاعتي اتحلت وضافوها لي. فانا بنصح اي واحد يواجه مشكله من اي شركه من الشركات ديت وهم ما رضوش يحلوها له، يتصل ب 155 شكاوي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.